طيب امتى لازم تغير زيت عربيتك؟ لو لاحظت اي علامه من العلامات ديت لازم تغير الزيت فورا. اول حاجه لون الزيت يبقى غامق جدا او مليان شوائب. تاني حاجه صوت المحرك يبقى اعلى من المعتاد او في خشونه كده، او العربيه بقت تقيله في السحب ومش بتستجيب بسرعه معاك، او لمبه الزيت مثلا نورت في التابلو. استهلاك البنزين زاد بشكل ملحوظ بدون سبب واضح. وخلي بالك ما تتجاهلش العلامات ديت، عشان تغيير الزيت في الميعاد المناسب بيحافظ على موتور عربيتك وهيوفر عليك فلوس كتير جدا في الصيانه. طيب تعالى اقول لك على شويه اخطاء كده ناس كتيره جدا بتقع فيها عشان ما تقعش في نفس الغلط ده. اول حاجه تختار زيت غير مناسب. كل عربيه ليها لزوجه زيت معينه، ولازم ترجع لكتالوج عربيتك زي ما اتكلمنا قبل كده عشان تعرف الزيت المعين لعربيتك او المخصص لعربيتك. تاني حاجه تاخير تغيير الزيت لفتره طويله. بعض الناس بتستنى لحد ما العربيه تحسسهم بمشكله، لكن الافضل طبعا تلتزم بالمواعيد المحدده للتغيير حتى لو مفيش اعراض واضحه. تالت حاجه انك ما تغيرش فلتر الزيت مع كل غيار، ودي نقطة مهمة جدا عشان الفلتر ده بيشيل الأوساخ والرواسب من الموتور، ولو ما اتغيرش مع كل غيار زيت الشوائب دي هتفضل ترجع تاني مع الزيت الجديد وهيقلل من كفاءة الزيت الجديد. رابع حاجة زيادة كمية الزيت عن اللازم. في ناس بتفتكر إن الزيت الزيادة في الموتور هتفيد عربيته، لكن الحقيقة إن ده بيسبب ضغط زيادة على الموتور وبيسبب تسريبات ومشاكل كبيرة. خامس حاجة استخدام زيت قديم أو مضروب. الزيوت المغشوشة أو المضروبة منتشرة بشكل كبير الأيام ديت، ولازم تشتري من مكان موثوق ومضمون وأنت عارفه. سادس حاجة إنك تغير الزيت من غير ما الموتور يبقى سخن. لازم تشغل عربيتك الأول دقايق قبل التغيير عشان الزيت كله يسخن ويبقى سهل في إنه ينزل كله، بدل ما يفضل جزء قديم في الموتور ويختلط بالزيت الجديد. سابع حاجة ودي الأخيرة طبعا إن أنت تفحص مستوى الزيت بعد التغيير، عشان طبعا إحنا قلنا قبل كده لو أي زيادة أو نقصان بيسبب مشاكل كبيرة في العربية.